السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض التورلي، عملناه قبل كده بالبط في طاجن. ان شاء الله النهارده هنعمله باللحمة وبطريقة سهلة. أرجو من كل اللي بيتابعونا على قناة بيت العيلة دعاء لأبي بالرحمة والمغفرة. اللهم ارحم موتانا جميعا يا رب وموتى المسلمين، وجزاكم الله كل خير. يلا بينا مع بعض، مش هطول عليكم. هاجيب صينية أو طاسة أو حسب الطاجن اللي هتعملي فيه. خلاص. دي دهنة باجيبها وبسيحها وبطبخ منها كده. بحب أطبخ منها مع شوية زيت، وهحط اللحمة اديها صدمة الأول، يدوب تشويحة كده وتلون معايا. وبعدين هنزل بيه البصل مع فصين توم متقطعين تمام، حلقات أو جوانح قطع كبيرة يعني. وهديهم تقليبة كده مع شوية فلفل أسمر وبس كده، تقليبة واحدة. وبعدين هنزل بشفشق الطماطم، وانا كنت حاطه مع الطماطم عود كرفس صغير او كزبره، ده حسب الرغبه، علشان خاطر انا بحب ادخل كل الخضار في التورلي. تمام. وهزوده بشويه ميه واسيبه يغلي غلوه. وبعدين هحط عليه الملح وشويه السكر عشان الحموضه، وشويه توابل صغيره خالص لحمه. تمام. هو ده اللي انا هحطه على التورلي، وهكون مجهزه الخضار بتاعي مقطعاه مكعبات، طبعا حسب المتوفر عندك. انا عامله بزله وجزر وكوسه وبطاطس وفلفل، كله متقطع. تمام. خضار مشكل حسب الرغبه. تمام. تمام كده انا حطيت كل اللي قلت لكم عليه، فلفل وملح وسكر وتوابل لحمه، ونزلت بالخضار اهو. طبعا انا بعمل الخطوه دي على البوتاجاز عشان ما يغيبش معايا في الفرن. اما لو عايزه تعمليه ني في ني كله بيدخل الفرن، هو يعتبر ده ني في ني برضو، بس انا اديته غلوه على البوتاجاز بحيث ان هو ما يغيبش معايا في الفرن. تقدري تحطيه ني في ني وتسوقيه في الفرن، مفيش مشكله خالص، عادي جدا. بس هو هيطول شويه عن الوقت اللي انا بعمله في ده. خلاص. وبعدين هدخله الفرن لحد ما يتسبك معايا ويبقى تمام التمام ويستوي بالشكل الجميل ده. وده شكله معانا بعد ما طلع، لسه طبعا سخن وبيغلي كمان من اثر الفرن. وبألف هنا وبألف شفا، مغذي جدا لولادنا، وعليه كل يعتبر متكامل، عليه كل الخضار. وبألف هنا وبألف شفا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.